صباح الخير يا ست الدكتوره. يا ترى اخبار التفاح النهارده ايه؟ زي الفل يستاهل بقى. عاوزين لك قد ايه؟ اديني 3 كيلو. ده اخبار البيت دكتور؟ الحمد لله تمام. الحمد ماشي لله. حاضر دي الو. ايوه يا مشمش. مليون مرة قلت لك ما بحبش مشمش دي، ما بحبش الدلع المرق ده. يا ساتر، صدق صحيح اللي سماكي مرقة ماجي وخضروات كمان. طب يا سيدي حقك عليا. تحب اقول لك ايه يا دكتور ميشيل؟ هنخش في التريقة بقى. كنت فين يا هانم لغاية دلوقتي؟ المستشفى خلصت بقالها ساعة. انا بشتري شوية حاجات. اكيد حاجات ليك. لا يا حبيبي، انا بجيب لك التفاح اللي انت بتحبه من عند الفكهاني. يا ستي لا تفاح ولا زفت، انا ما بحبش تفاح ولا اي حاجه خالص. بقول لك ايه، انت سايبانا البيت من غير غدا ومن غير ولا لقمه، وبناتك الهوانم الاثنين زي العاده مش موجودين طبعا. هو انت من امتى بس بترجع البيت بدري؟ مش كل يوم محاضرات ما بتخلصش قبل الساعه 4:30؟ ايه اللي حصل؟ طبعا، ما انت ما تصدقي. ارجع بدري ازاي؟ هو دي حاجه كويسه ارجع بدري؟ ده حاجه تبقى قله ادب حتى. حاجه تعرف ستات اخر زمن. هاي يا بابي. هاي يا بابي. اسمها بابي يا بنت، مليون مره قلت لك اسمها بابا. طبعا، ما انت بنت مين؟ ماجي. تانية بتقول لي يا مشمش وانت يا بابي. طب انا اسفه. مساء الخير يا بابا. يا نهارك حلو كده؟ حلو ايه؟ نهارك اسود. ايه يا بنت اللي انت لابساه ده؟ انت لابسه الشعر نص كم. طب وفيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ انت اتجننتي يا بنت ولا ايه؟ تنزلي الشارع نص كم؟ خدي يا بنت انت رايحه فين؟ رايحه فين؟ انت اسمك ايه؟ انت مين انت؟ انا توسكا يا انكل. توسكا؟ يا نهارك اسود، ده اسم كلب يا بنت. ده اسمك الحقيقي؟ لا يا انكل، انا اسمي الحقيقي توتي، بس اصحابي الانتيمز قوي بيقولوا لي توسكا. توتي وتوسكا. انت مصحيه بنت اسمها توسكا يا بنت؟ انت هبلتي؟ في واحده في الدنيا صاحبتها تبقى اسمها توسكا؟ ايه ده؟ واحنا لسه ما وصلناش كتاب اساليب التربيه الحديثه بتاع الدكتور الشراغ ولا ايه؟ بصراحه يا استاذ عفت، ناس كتير جدا سالت على الكتاب ده. الراجل ده هايل، مش معقول، كتب كلها مطلوبه جدا. انت عارفه انا بعرف الدكتور ميشيل راغب ده من امتى؟ من امتى؟ من اكتر من 20 سنه، من ايام ما كان لسه حته معيد صغير في كليه الطب. ده زمن بقى. طبعا، وهو كمان السبب في جوازي من مراتي عفاف. كانت مراتي ومراته هما الاثنين دفعه واحده وزمايل واصحاب الروح بالروح. بالمناسبه يا هانم، فاضل معاكي كام في المرتب؟ ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ واحد يسأل مراته فاضل معاها كام في المرتب، ترد ولا تفتح له تحقيق؟ خلص يا مشيل، خلص. في حاجة تاني؟ في حاجة تاني. لما تبقى الدكتورة رايحة، الدكتورة جاية وعربية وادفع وكوع يا مشيل، ومرتبك يخلص في 8 منه، يبقى الشغل ده يا هانم ما يلزمناش. يا مشيل اشكر ربنا. وبعدين مش كل حاجة في الدنيا دي فلوس. الطب ده رسالة سامية قوي. مش ده كلامك برضو اللي بتكتبه في الكتب وتعلمه للناس؟ ولا ده كلام كده بتكتبه بتضحك بيه عليهم؟
ده بيستهبل ابوكي ده دبسني وسافر فرنسا وعايش ملك هناك مكنز الفلوس على قلبه قد كده، راجل كهنه وعجوز زي ده ما يمتعنيش ليه انا وانتي بنته الوحيده وجوزها؟ ما يمتعهمش ليه؟ كل ده عشان ما رضيش يبعت لك الفلوس اللي هتشارك بيها عفة في المكتبة؟ يا نهاري، انت بتستهبلي، هتذلني انت وابوكي يا شيخه. عرفتيني بقى خدي بقى اهي كليها يا ساتر. تعبت يا عفاف، تعبت. كل يوم اقول هيتصلح، بس يظهر ان انا ماشيه ورا سراب. انا مش مصدقه ازاي راجل زي ده جامعي ومتعلم وبيعلم الناس يبقى مبدأه الضرب والاهانه. طب يا خبر ابيض، معلش ارشمي السليب على وشك كده واهدي وربنا يحلها. بصي انا هخلي عفتي يكلمه، هو اليومين دول عمال يجيله كتير قوي، عمال يزن باي شكل عايز يشاركه في المكتبه. اوعي تقولي له احسن يقلبها نكد ويفتكرني بشتكيه. صدقيني انا مش مهم، المهم بناتي. ما هو مش معقول كمان يا ماجي حبيبتي اشوفك بتتعذبي بالشكل ده واقف ساكته، ده احنا عيله واحده. النهارده عيد ميلاد ميشيل وعايزين نحتفل بيه. هاتي عفة وتعالوا نحتفل بيه سوا. صدقيني انا بحب يا حبيبتي تعيشي اطيب قلب. دكتور ميشيل باشا عندنا. ده ايه النور ده؟ ربنا يخليك. ازيك يا دكتور؟ مالك شايل طاق ستك ليه؟ في ايه؟ ايوه عامل شويتين عليا عشان ما جبتليش نسخه الكتاب الجديد. الله، مالك يا ميشيل بجد؟ تعال ايه مالك؟ ابدا، حسيت اني مخنوق لدرجه اني ما قدرتش اروح الكليه. قلت اجي اقعد معاك شويه. يا اهلا وسهلا. ايوه مالك يعني؟ ما تقعدش تقول لي مالك، ما تخنقنيش بقى، بقول لك مخنوق. يا انا هسيبك بس. لا مش معقول. ده كلام يا ميشيل. تعال 2 حاجه ساعه. استغفر الله العظيم يا رب. ايوه انت قلقتني كده. ايه الاولاد كويسين؟ قول لي، هي المكتبه بتاعتك دي تكسب كام في اليوم؟ ايه ناوي تسيب الطب النفسي وتشتغل مع بتوع الضرايب ولا ايه؟ يا اخي بكلمك بجد، قول لي بقى المكتبه بتاعتك دي بتكسب كام في اليوم؟ انا الحقيقه يا دكتور ميشيل ما بحسبلهاش، الا ربنا بيرزقني بيه بشكره عليه. وبعدين مش اي حاجه البني ادم بيعوزها تتحقق الا اللي ربنا رايته له. عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. اوعى طموحك في يوم من الايام يخرج انك دايما هتحس انك محتاج زياده. واهم حاجه لازم تعرفها، ليست عطيه بلا زياده الا التي بلا شكر. برضه خدتني بدوكه وما قلتليش مالك يا دكتور ميشيل. صباح الخير. صباح النور. لو سمحتي عايزه احلى بوكيه ورد عندك. حاضر. حضرتك تحبي حاجه معينه؟ لا اعمليها على ذوقك. حاضر. الو. ايوه يا ماما. في محل الورد. بشتري هديه عشان عيد ميلاد بابي. ايه يا مامي ودي حاجه تتنسي؟ نعم. حاضر هروح على طول. اوكي حاضر. باي. اتفضل. ميرسي. ايوه بابا حبيبي كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. فعصتلي عينيا. كل سنه وانا طيب. ايه يا بنتي؟ هو النهارده كام؟ ده عيد ميلادي. يا نهار اسوح. تصدقي الجواز نساني اسمي ونساني تاريخ ميلادي. يعني سيبيني بقى عشان اكتب الكتاب بتاع التربيه الحديثه عشان اخلصه. بابا. نعم. عارف نفسي في ايه؟ في ايه؟ نفسي ننسى كل اللي فات ونبتدي بدايه جديده. نفسي احس ان احنا صحاب
نفسي تاخدني في حضنك وتقولي كلمة حلوة. يا بابا انت ما بتعملش اي حاجة غير انك تشخط وتضرب، رغم ان اصحابي كلهم بيحسدوني عليك. طب ده فيلم عربي بقى. بص يا حبيبتي عشان انا مش فاضي، صحي يا ماما الورد بتاعك. يلا يا حبيبتي على اوضتك، انا مش فاضي، عايز اخلص الكتاب ده. اصحاب، ده اللي ناقص، شويه عيال كمان نبقى اصحاب. اساليب التربيه الحديثه. كل سنة وحضرتك طيب يا بابا، أنا جبت لك الوردة دي. مش طيبه يا حبيبتي، هنفتح محل ورد النهارده بقى ولا ايه؟ مش هيخلص الكتاب ده في سنه تقول. حقيقي بحبك وبرغم كل اللي بتعمله. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. حطي لي دول هنا اهو. مادونا، خير يا حبيبتي في ايه؟ لا ما فيش حاجة يا أنكل، بس كنت عايز أتكلم معاك في حاجة كده. حاضر يا حبيبتي، تعالي تعالي، هات لي كرسي بسرعه يا جو. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. هاتي يا حبيبي هاتي. بدأتيني يا حبيبتي. خير يا حبيبتي في ايه؟ متقدم لي عريس. هايل، مبروك. وبيشتغل ايه؟ هو دكتور، بس دكتور فقير شوية، شغال في مستشفى حكومة، ويعني أهله ناس على قد حالهم، بس كويسين قوي أهله. المهم انت بتحبيه؟ طبعا. وبعدين طبعا حضرتك عارف أنا برتاح لك أنت وطنط عفاف قد إيه. أنا برتاح أتكلم معاكم أكتر ما برتاح أتكلم مع بابي. طيب ممكن بقى توريني الدكتور اللي متقدم لك ده؟ في موضوع مهم عايزه اكلمك فيه. بعدين يا ماجي، انا مش فاضي دلوقتي. ده موضوع مهم جدا. بعدين بقى. نعم يا ست هاني. بنتك في عريس متقدم لها. عريس كده مره واحده؟ ايوه عريس. واشتغل ايه ده ان شاء الله؟ بيشتغل انت مش عارفه ولا ايه؟ دكتور. وبابا؟ لا مات. الله يرحمه. ومامته؟ ماتت برضه. الله يرحمه. اخواته؟ برضه ماتوا. برضه؟ الله يرحمهم جميعا. طب ده انت تقولوا لي نفسه بقى احسن كده يحصلهم. هتبقى مصيبه. والمرحوم بقى هيشرفنا امتى؟ يلا يا امير، على الحاجات دي واحد بقيت البضاعه من المخزن جوه. أنكل عفت. شد حيلك. أنكل عفت ازيك؟ اهلا حبيبي. عامل ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا انكل؟ عامل ايه؟ ده جون اللي كلمت حضرتك عنه. اهلا ازيك يا جون؟ اهلا بحضرتك. مادونا كلمتني عن حضرتك كتير قوي. دي بتحبك جدا وبتموت فيك. وانا كمان يا حبيبي بحبها. استاذ عفت. ايوه حاضر بعد اذنكم يا ولاد. اتفضل حضرتك. انت عارفه يا مادونا، انا بحبك قوي قوي قوي، مش عشان خاطر بتجيبي لي حاجات وهدوم وبتديني فلوس ابدا، حتى لو انت كنت فقيره دقه زيي برضه كنت احبك. يا سلام. صدقيني، علشان خاطر عينيك الحلوه اللي كلها صدق. خلاص. ايه يا ولاد، اتاخرت عليكم؟ لا أنكل، انت كلمت بابي؟ معلش يا حبيبتي، ان شاء الله هكلمه النهارده بالليل. اهلا يا جون. اهلا يا حبيبي. عارف لما بابا يخش لو اتلبخت افرد نفسك كده واقعد عدل، ما تخافش، اتكلم. ازيك يا انكل؟ اهلا يا ابني، اتفضل. خير. اصل انا جيت اصل انا ايه الراجل المرعوش اللي انتوا جايبينه لي ده؟ انت بتشتغل ايه يا ابني؟ انا دكتور. عندك عربيه مرسيدس؟ انا لا. 28؟ انا لا. 26؟ انا لا. فيسبا؟ اتمنى. عندك عزب اطيان شقه؟ انا لا. عندك دم؟ لا. ما تتكلم بقى، هتودينا في داهيه. ايه اللبخه دي؟ انت كنت بتتكلم زي القرد الصبح. بس كده يا ابني. خد هات لك سندوتشين فول وانت نازل. يلا يا ولد، يلا يا ولد.
امشي ايه يا ولد؟ بابي مش بتقولي ده؟ انت ايه اللي انت عملته ده؟ نزل عريس الغفلة. بطل استفزاز بقى. ازاي تكسر بخاطر بنتك قدام الولد؟ انت ايه ما عندكش قلب؟ حرام عليك. يا سلام، انت اتجننتي ولا اتجننتي؟ انت متخيلة ان انا دكتور ميشيل راغب بجلالة قدره احط ايدي في ايد الهلفوت ده؟ حاسب مالك باصص لفوق كده؟ انت ايه حاطط مناخيرك في السما على ايه؟ يجوا يشوفوك الناس اللي بتكتب لهم عن القيم والمبادئ والتربية السليمة. ده لولا بابا ما كانش ممكن ابدا توصل للي انت فيه ده. كفاية بقى كفاية. مش حاملني انا بشير طمني. جايبني على ملاوش في ايه؟ مدنة يا عفة. مالها ايه اللي حصل؟ مالها مدنة؟ ايه يا عفان؟ كنت جرالها ايه؟ في الوعكة الفظيعة كانت شديدة قوي عليها، عملت لها انفصال في الشبكية. انفصال في الشبكية؟ ليه ايه اللي حصل؟ ممكن تفهمني؟ ممكن ايه اللي تفهمني؟ انا السبب. يا عزيزي انت السبب. ايه يا ماجد؟ انت السبب. حرام عليك حرام عليك انا بكرهك. ما كده نسيت. ما كده عفان. خليكي معايا. تعالي شيل معايا. تعالي شيل معايا. مجد المسيح تعالى معايا. تعالى معايا. مجد المسيح. انا السبب يا عم. انا السبب. ندمان يا رشيد مش كده؟ حاسس ان انت السبب فعلا؟ صدقني يا حبيبي مفيش حاجه بتحصل للبني ادم الا بسماح عند ربنا. خلي ايمانك قوي. عايز ايمانك اقوى من كده. قادرة يا ام النور. انا عارف ان الانسان وحش، طماع، عيني دايما في حاجة غيري. انا عمري ما حسيت بقيمة الزوجة والاولاد قد النهارده. انا عارف ان انا السبب. انا عارف ان قلبي كان زي الحجر. انا عارف. عيط مش كده. طلع بالك. دخل ربنا في حياتك. ابتدي صفحة جديدة يا حبيبي. ازاي يا عفة؟ ازاي؟ ربنا قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. تفتكر سلم حياتك لربنا يا شيخ. تفتكر ربنا ممكن يسامحني على اللي عملته ببنتي يا عفة؟ انا السبب. اكيد يا حبيبي. ربنا قال تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. سلم حياتك لربنا. العبرة قدامك اهي. اشتكي لها. طلع كل اللي جواك. عذرة
صلينا يا عم. يا حضرة صلينا. يا حضرة يا أم النور، رجع النور لبنتي، اعملي فيا أنا أي حاجة بس بلاش هي، بلاش هي، بلاش هي. عاملة ايه دلوقتي؟ ازيك يا توسكا؟ عاملة ايه؟ قوليلي، هو جون ما عرفش اللي حصل لي؟ ما اتصلش بيكي في التليفون؟ جون سأل. في ايه؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ هو حصل حاجة؟ لا مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة. لا صوتك بيقول ان في حاجة، انت مخبية عليا حاجة مش كده؟ انا؟ لا انا مش مخبية اي حاجة، مش مخبية حاجة. انت بتكذبي. بصي بقى انا هقولك، جون الانجاجمنت بتاعته النهارده اتخطب خلاص، راح. ازيك يا دكتوره ماجي؟ اتفضلي ارتاحي. بصي القطره دي بتستعمليها 3 مرات في اليوم، واشوفك بعد اسبوع ان شاء الله. ميرسي. تعالي بقى يا ماجي، ده انا عندي ليكي خبر ان شاء الله يكون خير يا رب. بصي في دكتور جاي من فرنسا خلال الاسبوع الجاي ده ان شاء الله، متخصص في نفس نوع الحالات بتاعه مادونا. ان شاء الله ربنا يتدخل بقى. بصي انا جهزت لك الورق وخلاص هبدا احجز لك عنده. اوكي صحيح ان شاء الله. الحمد لله. انا مش قادره اتخيل ازاي ده كله حصل، ومن مين؟ من ابوها. بصي بقى انا عايزاكي تهدي كده خالص وتنسي وترمي حمولك على ربنا، تتشفعي بالعذراء. تعالي بقى يلا نعمل لها تصريح الخروج. يلا. الف حمد لله، نورتي بيتك يا حبيبتي. انت حبيبتي. بصي يا حبيبتي، هو انكل عفت هنا؟ لا يا حبيبتي معلش، هو جاله سفر مفاجئ بس هو اكيد هيكلمك دلوقتي. سيبوني انا همشي لوحدي. وبعدين يا حبيبتي تقعي. سيبوني انا عايزه امشي لوحدي. خلاص انا لازم اتعود. انا هفضل عايشه طول عمري عاميه. لا مامي، روح ماما. هو بابي هنا؟ انا نفسي اشوفه قوي. اشوفه ازاي؟ نفسي اسمع صوته. هي قلتي كده يا حبيبتي. تعالي، انا تعبانه قوي، عايزه اخش ماما انت زعلانه ليه؟ لا مفيش حاجه يا حبيبتي. لا انا عارفه انك زعلانه عشان اختي مادونا، عشان هي ما بقتش تشوف، مش كده؟ لكن انا هصلي لماما العذراء عشان تخففي. يا ماما يا عذراء عشان خاطري خففي اختي مادونا. كتير قوي من كلمة بابي. انت كان معاك حق. هو انت ما بتردش عليا ليه؟ ايه ده، انت بتعيط؟
قبل ما تتمد عليك. ما تقولش كده يا بابا، ما تقولش كده. انا طول عمري كان نفسي احس الاحساس ده، كان نفسي احس ان انا بنتك وتاخدني في حضنك، حتى لو كان تمن ده نور عينيا. يا ريت ده كان حصل من زمان. مش قادر استحمل، مش قادر استحمل يا مدونة، مش قادر اتصور ان انا كنت السبب ان انتي تتحمل. يا عذراء يا يسوع، يا عذراء من النور، بنتك يا دكتور، اشفيها اشفيها وخدي بايديها ونجيها يا رب. يا عذراء يا عذراء. من فضلك، من فضلك يا ماجي، من فضلك اسمعيني. أنا محتاج لك أوي، صدقيني يا ماجي. أنا مش قادر أستحمل أشوف مدونة كده. أنا بتعذب في كل ثانية، حاسس إن أنا مش عارف أنام. أنا السبب، أنا عارف إن أنا السبب، بس سامحيني فضلك. أنا محتاجكوا أوي. أنا مش قادر أقول لك محتاجك قد إيه. أوعدك إنها في صفحة جديدة، صفحة جديدة وأحطكم جوا عينيا. إذا كان ربنا بيسامح، من فضلك سامحيني يا ماجي، سامحيني بسامحك وربنا يسامحنا كلنا. حاضرة يا أم النور. يا رب يسوع زي ما فتحت عيون المولود أعمى، اشفيني يا رب بشفاعة كلية الطهر والعفاف العذراء الطاهرة مريم. رجعلي نور عينيا يا رب. أنا متأكدة، أنا متأكدة يا عذراء، يا عذراء، يا عذراء، يا عذراء يا أم النور. سلام يا مدونة يا حبيبتي. أنا متضايقة قوي. اتحكم عليا أعيش بقية عمري عامية. انتي بتناديني عشان تخفي ولا عشان بتحبيني؟ لا طبعا بحبك قوي، وكنت متأكدة انك هتجيلي، وبعدين ده انا بصوم الصيام بتاعك على طول. انا هجيلك بكرة عشان اعملك العملية وافكلك الشاش الساعة 8، الساعة 8 يا مدونة، الساعة 8 يا مدونة. يا عذراء يا أم النور. الساعة 8، الساعة 8 يا مدونة، الساعة 8. انتي متأكدة انها العذراء؟ قالت لك انها هتيجي الساعة 8؟ ايوه يا مامي طبعا متأكدة. ماما أنا شايفة العذراء بتلف حوالين الصالة. الصليب. انت شايف حاجة يا مشيل؟ لا يا ماجي، أنا مش شايف حاجة. حبيبتي افتكري من فضلك، انت متأكدة؟ أصل الساعة بقت 8:30. يا بابا انا متأكدة، وبعدين لو فضلت قاعدة هنا طول عمري هي هتيجي وهتعمل لي العملية وتفك لي الشاش وتخففني.